ويا صباح الخير، الله يسعد أوقاتكم يا رب. بما إنه اليوم عيد ميلاد زوجي وبيصادف كمان اليوم ليلة رأس السنة، حبيت أعمل له هيك قالب كيك بسيط من شغل البيت ونفاجئه فيه. نحن بصراحة ما بنحتفل بأعياد الميلاد، بس حلو إنه الواحد يعني يتذكر اللي بيحبهم هيك ولو بشي بسيط، يعني إنه تذكرناه ولو بقالب كيك بسيط. ولسهرة اليوم كمان بضل يعني مشان السهرة ما رح شارك معكم طريقة الكيك وعمله، رح أعمله بفيديو تاني مشان ما يصير طويل. رح أزينه بالفواكه وأعمله بالكريمة البوظة، يعني كيك للأزمات فينكن تقولوا عنه، فخليكن معي لآخر الفيديو لتعرفوا قصدي. هلأ رح نساوي كريمة البوظة. أول شي بنحط كريمة الخفق تبعت الحلويات، شي كاسة تقريبا، وبعدين بدي أحط ظرف كريمة شانتي، ظرف واحد، وبنحط حليب مكثف شي 3 4 معالق من الحليب المكثف، هو بيعطي الطعم القوي يعني بتقل طعم البوظة. وآخر شي بنحط أي جبنة كريمية مثل الكيري أو الفريش كيزي إذا كنتوا بألمانيا، بنحط معلقتين كبار. هذا فيها ملوحة شوي يعني بتوازن طعمة الحلاوة بتصير أطيب. هلأ رح أخفقهم منيح لحتى يتضاعف الحجم. هاي الطريقة على فكرة مني، يعني أنا اخترعت هاي طريقة البوظة إني أحطها بالجاتو، لقيت هيك الطعم رح تكون أطيب إنه الكريمة تكون طعمها يعني بس على حليب. هلأ بنحطها بالبراد لبين ما نجهز الفواكه. قطعت هون الفواكه اللي بنحبها، حطيت أنا فريز، حطيت كيوي، وحطيت توت. هلأ أنا عندي هون الكيك جاهز جاي طبقات، بيجي 3 طبقات هو. فعملت أول طبقة هيك سقيتها بالحليب لأنه كتير بيجي عنا ناشف، يعني ما أنا اللي عاملته، هاد جاي هو يعني من قبل حاطه أنا عندي مشتريته من زمان وحاطته كان مغلف. بس إذا بدكم تعملوه عادي مثل الكيك العادي ما بيطلع طيب. فهاي الطريقة أنسب طريقة لإله، إنه نحشيه بكريمة البوظة ونحط بقلبه فواكه. فينكن تدخلوه كمان بالتلاجة بيطلع نفس البوظة، يعني البوظة الرولات اللي فيها جاتو كتير بيطلع طيب. بس هلأ الجو شوي بارد فينا نحطه بالبراد، يعني طعمته بتجنن. هلأ رح أغلف أنا هيك الصحن من نايلو لأنه بدي أحط فيه الجاتو وآخر شي بدي أقلبه مثل المقلوبة. هلأ أول طبقة بعد ما سقيتها رح أدخلها بالصحن. هلأ لو كان الجاتو اللي عندكن إياه مفتوح من النص مثل الجاتو اللي بيجي بسوريا يعني السادة المفتوح بالنص كمان بيزبط، بنقطعه قطع هيك يعني قطع قطع وبنصفهم منيح بالصحن. هلأ بتشوفوا شو قصدي، لأنه ما بهم إنه يكون الجاتو هيك شقفة وحدة، فينا عادي نقطعه وبنعمله جنب بعضهم بنرصهم وآخر شي يطلع قالب واحد. شوفوا كيف هون رح أقص أنا هاي الشقفة وكفي الحراف، رح أحط هلأ هيك هاي الشقفة هون على الحراف كفيهم. هلأ بالآخر رح يطلع المنظر يعني كتير حلو، ما حيبين يعني إنه نحنا إنه رقعناه هيك، لإنه رح يطلع قالب واحد. رح أساوي الحراف كلياتهم قد بعضهم منشان نبلش نحشي. هلأ أنا سقيتهم لإنه كتير هذا الجاتو ناشف عنا إياه، إذا كنتوا عاملين جاتو بالبيت سقوا أقل من هيك. هلأ بنحشيه بالكريمة. أول شي بنأمن على الأطراف منشان يلزقوا منيح مثل ما شايفين هيك. وبدنا نحط الفواكه، يعني الفواكه اللي بتحبوها بتحطوا بقلبه، يعني بيزبط كل أنواع الفواكه. حتى الكريمة إذا كنتوا عاملينها مثلا على شوكولا فيكن تحطوا كمان قطع شوكولا بقلبه، بس أنا رح أعمله هيك على حليب وحط بقلبه قطع من الفواكه. وقت تدخلوه على التلاجة الفواكه حتى بتتجمد بقلبه كتير بتطلع طعمتها طيبة. حطيت هلأ الفواكه هاي أول طبقة، بدنا نعمل تقريبا طبقتين، يعني هذا الصحن بيعمل طبقتين. هلأ بنحط فوقها كمان الكريمة هيك لحتى نغلف الفواكه، مشان إذا بدي أحط هلأ الجاتو فوقها مشان يلزق منيح. هلأ بحط شقف الجاتو كمان مثل ما شايفين. هاي أول طبقة من الكيك. المهم ما نخلي يعني فراغات كلها بتتسكر بالكيك. هلأ وقت رح نقلب الجاتو رح تشوفوا كيف رح يصير. هيك سكرنا أول طبقة، الطبقة التانية كمان نفس الشي. رح أسرع شوي الفيديو هيك. بحط طبقة الكريمة وطبقة الفواكه وفوقها كمان كريمة
وبنحط آخر طبقة بعدين من الكيك. عن جد طعمه طلع بجنن بياخد العقل. هلأ هيك حطيناه سكرنا كل شي فراغات، بنشقف من الكيك وبنحط الفراغات ما بيأثر. ومثل ما قلت لكم أول طبقة كمان لو كان يعني شقف شقف حتى الرول اللي بيجي رول الكيك كمان بيمشي لحاله. هلأ هيك بنغطيه كلياته بالسلوفان منيح. هلأ إذا بدكم بتدخلوه على التلاجة بيمشي الحال، بدكم تدخلوه على البراد كمان كتير منيح. المهم إنه يتماسك. هلأ بعد ما حطيته تقريبا يوم بالبراد رح أقلبه على الصحن ونزينه كيف ما بدنا. شوفوا هلأ كيف بيطلع بيطلع شقفة وحدة خلص تماسك من جوا، الكريمة مسكت الكيك وما عاد ينخاف إنه يفرط ولا شي، لأ خلص يعني مسك وما أحلاه صار. بتزينوه كيف ما بدكم. هلأ هو لازم زينته تبين إنه هو شو بقلبه. فهلأ رح أزينه شوي بالكريمة من برا بس منشان لزق عليه الفواكه مشان يبين هو الفواكه اللي بقلبه شو هي. شوفوا ما أحلاه، شلت السلوفان عنه لزقان كلياته ما أحلاه صاير قالب واحد. هلأ أنا رح أدهن بس أطرافه شوية كريمة بس منشان لزق الفواكه يلي بدي أحطها من برا، لأنه حطيت فواكه من جوا مشان يظهر بس إنه هو شو بقلبه. فهيك رح أساوي شوية كريمة على الحراف وزينه بالفواكه. بتزينوه كيف ما بدكم، يعني فيكم كمان إنه يعني تعملوه من برا كلياته كريمة ويعني تحطوا جنبه على طرفه ورد. آه كيف ما بدكم فيكم تعملوه. هيك رح أساوي. هلأ هون عندي أنا ظرف شوكولا رح أدوبه منشان آخر شي أحط عليه شوكولا. رح أحط التوت هيك على الأطراف لأنه حشيته بالتوت، وراح أقطع كمان فريز وأحط هيك لزقان على حراف تابعيته. هاي كأنه دابت الشوكولا معنا. تمام. هلأ راح أحط كمان الشوكولا من فوق، ما حكتر كتير شوكولا. هالطريقة بتزبط كتير خاصة إذا الكيك ما نفش منيح معنا أو طلع من جهة نافش أكتر من الجهة التانية، بتساعدنا نطالع الشكل مرتب وحلو. جربوه ما بتندموا، كتير كتير طلع طيب. وهون رح نزلكم مقطع من الأجواء تحت البيت اللي صارت على عيد رأس السنة. وإن شاء الله تكون السنة جديدة سنة خير وبركة على الجميع يا رب. وإذا عجبكم المحتوى لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتدعموني لأنه بيفرق معي كتير.